السلام الله عليكم الحباب. السلام عليكم واهلا بكم في جلسه جديده من جلسه همس الليل. الليله غنفتحوا صندوق الحكايات القديمه ونجبدوا قصه هينه، البنت اللي زينها هب العقول وبلاتها الاقدار بلقاء الغول. وقبل ما نغزلوا خيوط الكلام، ما تنسوش تساندوني بواحد اللايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل همس جديد. ويا الله نبداو حكايتنا. كان يا مكان في واحد الزمان، حتى كان لواحد تاجر بنيته سميتها هينه اللي كان وجهها كيشع كي القمره وعويناتها اللي كانوا يشعوا كي المرجان. كانت ريحتها بحال المسك وصوصها كان يداوي العليل وينسي المهموم همه. الخطاب كانوا كيدقوا باب دارها كل يوم، هذا ولد القايد، هذا تاجر كبير، وهذا فارس مشهور. وكان كل شي كيقول يا سعد اللي داتو هينه يولي سلطان زمانه. هينه كانوا عندها صحابات كانوا ديما كيبينوا ليها المحبه والنيه، وهم قلوبهم كانت كتحرق بالغيره. كل ما جاو الخطاب لهينه ودقوا دارهم كان كيزيد السم في قلوبهم، ويبداو يخطوا ويفكروا ويقولوا علاش هي وحنا لا، لازم هاد الزين يغبر وهاد الشمعة تطفى. ووسط هاد الزحام ديال الخطاب كامل، هينه كان قلبها مال لواحد الفارس سميتو منصور اللي كانت شجاعته على لسان كل كبير وصغير. وقلبو طاح في شباك هينه من نهار شافها عند العين. دازت من بيناتهم واحد النظارات كانت كتقول كلام كتير، وكان وعدها بلا مورا موسم الحصاد غيجيب والديه ويدق الباب بالخاتم والحرير. ايوا سيادي، دازت ليام. واحد النهار خرجوا الصحابات المحسادات ومعاهم هينه، خرجوا يبدلوا الجو في الغابه يضحكوا ويغنيوا، ولكن الغدر كان باين في ديك صحاباتها. وحده فيهم وهي تقول، قالت شوفوا داك الورد الغريب لهيه عمرني شفت بحالو. هينه بنيتها الصافيه مشات كتجري، وكل ما قربت كيبعد عليها الورد حتى لقات راسها وسط الظلام، وصحاباتها غبروا عليها. شويه وهي تحس بلرد زلزلات، خرج ليها واحد الوحش على قدو من تحت جدر شجره قديمه، عينيه جمر وصوته رعد. خطف هينه بين يديه وهي كتغوت ربي اللي خلقها وكتقول، البنات والبنات اسكن يا البنات. رجعوا الصحابات للدوار وجوههم صفرا ما فيهاش قطره ديال الدم وقلوبهم كترجف. هادشي ماشي حقاش خايفين على هينه، ولكن خافوا من الفضيحه. دخلوا يبكي ويغوتوا ويهضروا بالزور. بات هينه كيف شافهم خرجوا خاويين طاح من يديه كاس ديال اتاي وتهرس، وهي تغوت وحده فيهم وتقول، عني وعمي التاجر. هينا غسلاتنا ومشات، قلبنا عليها انغرامت كلها ما لقينا ليها آثار. ايوا يا سيدي، كيف قالوا ناس زمان، الضحكه في الوجه والسم في الجوف. بقاو كيمثلوا الحزن وهما في الداخل ديالهم كيقولوا بلا راه تهناو من داك الزين اللي غطى عليهم. ولكن اللي نساو هاد الغطارات بلا حبل الكذوب قصير. وفي ديك اللحظه وصل منصور فوق عودو الشهب، جايب الورد والنيه باش يخطب غزاله البر. لقى الدوار مقلوب والغوات واصل للسما. فاش عرف باللي هينه غبرات جمد الدم في عروقه. منصور ما كانش كيامن بالصدفه، شاف في عينين الصحابات ولقى فيهم ريحه الغدر. ايوا يا سيدي، نزل من فوق عودو وجمع التراب من قدام دار هينه
وهو يقول: كنحلف بالله باش كيحلفوا الرجال ما نرجع للدوار حتى نلقاها، واخا يكون الوحش هو اللي خفاها. اما هينا مسكينه فقط لقات راسها في واحد الكهف بارد، الحجر كيقطر بالماء والظلام ما كتقشع حتى شي حاجه، ما عرفات لا فين تقدم ولا فين توخر. داك الوحش جا قدامها وحط ليها الجيفه ديال صيدو وكومه ديال الصوف، وهو يقول ليها بواحد الصوت كيرعد الجبال: هينا مولات الزير اللي هب العقول، انا ما جبتك شي باش ندللك، جبتك باش تخدمي عندي، باش تسمعني لواحد النهار غتولي فيه شايه. الوحش كان طامع في هينا تولي خدامته، طيب ليه وتغزل ليه الصوف، وكان كيشوف فيها واحد الوجبه ثمينه غادي ياكلها نهار تكمل زينها وتولي سمينه. ولكن هينا بذكائها عرفت بلي باش تبعد عليها الخطر خصها تسيرو، ولازم ما تمثل عليه وتبين ليه انها ضعيفه وراضيه باللي كتب ليها الله. وبدات كتفكر بشي حيله اللي تقدر تكسب ليها الوقت، ربما يجي باها يعتقها ولا الفارس منصور، او لا هي بيديها نيت تلقى الفرصه والوجيبه اللي تقدر تسلك منها. مسحات دموعها وهي تقول ليه: يا هاد وحش الغابة، أنا موافقة نكون خدامتك، غير هو عطاني شي شوية ديال الوقت، شعري توسخ وبغيت نعصلو في قاع هاد المغارة ونغزل هاد الصوف باش نوجد ليك فراش اللي يليق بسيد الغابة. ايوا يا سيادي، الوحش غلب عليه الطمع في خدمتها وصوفها، ووافق على كلامها وشرط عليها بالله عندها 7 ايام تخدموا فيها وتغزل ليه الصوف وتحك ليه قنته، ومن هانيت بحرا تكون سمانت. ما عرف باللي هينا بنت ليها واحد ثقبه صغيره في سقف داك الكهف كيدخل منها ضوء القمره، وبدات كتوجد في شي طريقه كيفاش تقدر تهرب. وفي جهه اخرى كاين منصور اللي ركب عودو ودخل لقلب الغابه المظلمه، متبع غير ريحه المسك اللي كانت كتخلي هينا وراها. شويه وهو يسمع واحد الصوت غريب، صوت غراب كينعق فوق شجره قديمه، وقال ليه بلا راه هينا ورا الجبل. وصل منصور ورا الجبل، لقى ريحه المسك بدات كتبرد والظلام غطى المكان. شويه هو يسمع رعد كيزلزل الارض، خرج ليه داك الوحش من وسط الشجر، عينيه بحال الجمار، وضحك ضحكه ديال الانتصار، وهو يقول ليه: منصور يا هاد الفارس المغرور، عينا عندي وليمة، ولا بغيتيها حية لازم عليك تحقق الشروط، ما يقدر عليها غير اللي بايع عمره. ايوا يا سيدي، الوحش حط قدام منصور 3 ديال الشروط صعيبه باش ينفذها. الشرط الاول كان يجيب ليه ريشه من جناح دار الرخ اللي ساكن في قمه جبل السحاب، والشرط الثاني يجيب ليه ماء من بير النسيان اللي حارسينه 100 جن وجنيه. اما الشرط الثالث فكان هو يفرق بين واحد الكومه ديال الروز على هاد الغابه ويجمعها حبه حبه قبل ما تشرق شمس الصباح وما تنقص منها حتى حبه. الوحش كان عارف بلي هادشي مستحيل، وكان باغي يعجز منصور باش يذبح هينا قدام عينيه ويبرد غدايدو. في داك الوقيته بالضبط هينا كانت في داك الغار كتحفر في ديك التقيبه اللي لقات في السقف، وسمعات كاع داكشي اللي قال الوحش لمنصور. عيطات بصوت خافت لمنصور وهي تقول ليه: منصور منصور، غير تكل على الله، النية أبلغ من العمل، الروز غيجمعوا لك النمل
وهالريشة غيجيبها لك لوفة، وما البير غيوصلك بدموع الصبر. شويه وهي هاينه بدات كتغني واحد الاغنيه قديمه، اغنيه كانت كتعجب النمل والطيور في الدوار. شويه بدات الغابه كتتحرك، النمل خرجوا من تحت الارض وبداو كيجمعوا حبات الروس حبه حبه. اما الحمام بدا كيطير في سما جبال السحاب. منصور بقى غير كيشوف العجب اللي كيوقع قدام عينيه، ولكن داك الوحش حس باللي كاين شي حاجه ماشي هي هاديك. بدا كيقرب من هينه وهو شاعر، وهو يقول ليها: يا هاينة، راه واخا يتحققوا الشروط انا ناوي هنا نخليك، ومنصور غيموت بيدي قبل ما يشرق الفجر. غير بدات الشمس كتشرق، الوحش كيشوف حبات الروز مجموعين حبه حبه، عرف بلي النيه غلبات الحيله، وهز هراوتو الكبيره باش يضرب منصور. ولكن منصور اللي قلبه كان عامر بحب هينه كان اسرع من البرق، جبد سيفه وهو يقول ليه: يا هاد وحش الغابة، اليوم غادي تكون نهايتك على يدي، غادي ندمك على كل دمعة نزلتها هاينة معينيها. ايوا يا سيادي، دارت معركة كيزلزل ليها الحجر، الوحش بقوته ومنصور بذكاء وخفت حركته، وهينه من فوق التقبه ديال ديك المغاره كترمي ليه خيوط ديال الصوف اللي غزلتهم، وكتعيط لمنصور باش يربط ليه رجليه بالصوف المغزول. وداكشي اللي كان، داك الوحش طاح طيحه اللي ما ناض منها، ومنصور في داك الوقيته لقى الفرصه اللي وجه ليه الضربه القاضيه. تحل باب داك المغاره وخرجت هينه بحال الشمس اللي غطت عليها الغمامه، شاف فيها منصور ودموع الفرح في عينيه، وهو يقول ليها: هاينة يا غزالة البر، تلوفة ما كيموت. ايوا يا سيادي، تعنقت القلوب قبل لي الدين، وعرفوا باللي اللي مكتب لك ربي ما يحيدوا لك عبد. ركبوا فوق العود الشهب وقصدوا الدوار. شويه وهي تعيط ليه هينه وقالت ليه: منصور، الفرحة ما تكمل حتى يظهر الحق، وصحاباتي الغدارات لازم يذوقوا من نفس الكاس اللي شربت منه. وصلوا هينه ومنصور للدوار في الوقيته اللي كان الاب ديال هينه مسكين شاد الركنه وحزين على بنته، والصحابات المحسادات لابسين تعابير الحزن على وجوههم وكيهضروا بالخايب في هينه. شويه هما يسمعوا صوت العود وقف، شافوا منصور وهينه جايين بحال العرسان. الناس بدات كتزغرس وتكبر الا الصحابات المحسادات اللي وجوههم ولات كحله بحال الفحم. هينه وقفت قدام اهل الدوار وجبدات تاج الورد ديال شعرها اللي لقاتو عنده حدا فيهم، كانت مخبيه باش تسحر ليها به، وهي تقول: يا أهل هاد الدوار، هادو هما اللي غدروا بيا في الغابة، وهادو هما اللي بغاو يطفيو شمعتي بالغيرة والحسد. ايوا يا سيادي، كيف قالوا ناس زمان، اللبسه مكموله والنيه مهبوله، واللي حفر حفره الخوه كيطيح فيها. الدوار كله نض ضد الصحابات، والحاكم امر بالنفي ديالهم بعيد باش يكونوا عبره لكل واحد قلبها عامر بالسم. موراها جات الوجيبه اللي غيدير هينه ومنصور احسن عرس. ليله العرس كانت ليله ما بحال الليلات، الدوار كله منور بالشمع والبارود كيتسمع من بعيد. فاش جلس منصور حدا هينه، دخلت الام ديال منصور وهي هزه في يديها واحد الدبليج، كان دبليج قديم ديال الذهب المنقوش. حطت يديها على يد هينه وهي تقول ليها بلا النهار شافتها عرفت بلا هي البنيه اللي كانت مخبيه، وقالت ليها بلا الدمليج هو اخو الخاتم اللي كان عند هينه، وباللي والدين منصور ووالدين هينه كانوا صحاب الروح بالروح، وتعاهدوا في زمان باللي ولادهم غيجمعهم المكتوب، يعني هينه ومنصور
ما جمعهمش غير الحب، جمعهم عهد جدود اللي ما يموتش وخا يطول الزمان. ايوا يا سيادي داز عرس اسطوري. هاينه كانت لابسه احسن تكشيطه عندها والتاج فوق راسها بحال شي ملكه، ومنصور ركبها وراه فوق العود الشهب ودار بيها وسط الدوار والناس كتدعي ليهم بالخير. الاب ديال هاينه مسح دموع فرحته وعاد ارتاح بالو وتهنى قلبه، حيت بنتو هاينه لقات الفارس اللي يحميها، ومنصور لقى الجوهره اللي تضوي عليه حياته. اما الصحابه المحسابات فبقاو غابرين في دلهم. وهنا حبابي غتكون سالات حكايه هاينه اللي علمتنا بلا الزين بلا عقل بحال الورد بلا ريحه، وعلمتنا باللي اللي ليك واخا يطول الزمان يرجع ليك، والحب والوفا هما السلاح اللي نواجهوا به غدر الزمان وحسد الجيران. ومشات حكايتي من واد لواد وبقيت انا مع ولاد الجواد. يا عشاق الحكمة وهمس الليالي، كلام ناس زمان دول كل عليلي، اللي فاتك بليلة فاتك بالحيلة، والصبر مفتاح الكل قفلة جميلة، في همس الليل حكايات أسرار، نروي من الماضي للعقول أنوار.